بيطلع يوم 1 يناير بيقول انه مريم، السيدة مريم هي ام لسيدنا عيسى، وانه سيدنا عيسى اله. طيب الكلام ده اكتبه في جوجل عشان ما تقول وائل بيألف. يجيني واحد خطير يقول لي انا ما عندي شغله بالبرنامج ده يا شيخنا، ما تعمل لنا صداع. احنا لا عندنا شغله بعيد الله ولا عندنا شغله بانه بنحتفل بسيدنا عيسى. احنا طالعين عشان راس السنه، فما تلخمنا بالله الكلام، ما عندنا شغله بيه، احنا مارجين نتفسح بس يوم راس السنه. اسمع مني، بتطلع يوم 1/12، يوم 1/1. لو كان الطلوع ده يوم ما سب لأمك ما كنت بتطلع تقول كان تذبحوني ذبح. ما بطلع افرح في يوم يسبوا لي في امي، لان امك عندك عزيزة، لكن الله لا. لان امك عندك غالية، لكن الله لا. بتفتش على فرصة حجة تطلع عشان تعيش اللحظة مع الناس دي. الله عز وجل ينظر الى الارض يلقى اوروبا وامريكا والسويد والسودان ومصر ولبنان الكل بيشارك اللحظة لناس بيقولوا ان لله ولد. الامر ده بالنسبة لك ما بيعني لك كتير، لانه ما امك ما ابوك، ده الله. عشان كده ما بيفرق معاك كتير. تصلي بالليل بيقول هو الله احد، وتطلع برا تشارك اللحظة مع ناس بيقولوا ان لله ولد. الله عز وجل ينظر للارض يلاقي الناس دي كلها ماشية تحتفل بانه له ولد، وانت طالع. ربنا عز وجل قال لك لو كنت قاعد في قعدة وقمت لقيت لك ناس بيستخفوا بكلامي تقوم منهم. الله عز وجل قال لك لو قاعد لك في قعدة لقيت ناس بيستهزأ بيستخف بكلامي تقوم. مجرد استهزاء قال لك ما تقعد مع الناس، تطلع تعمل لايف فرحان تشارك اللحظة مع ناس يسبوا الله. ربنا لو نزل سخطه في اليوم ده، نزل سخطه على كل الناس لنالك من ذلك نصيب، لانك طلعت تشارك يا شاب. الامر ما سهل ولا هين. الامر ما عبارة عن تحريك سبابة في صلاة حلال ولا حرام، ده الله يا شاب. الله عز وجل بيقول الارض دي تغير على الله في اليوم ده. الله عز وجل بيقول السماء دي دار تطق. الله عز وجل يقول الجبال دي دار تنهد على ما يشتمني في ذلك اليوم. الله عز وجل يقول تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا بس ان دعوا للرحمن ولدا. وانت طالع فرحان، ده يومك اللي انت كايسه. تطلع تشتري مويه وترشها على الناس برا ما لاقيه قطره بتاعت مويه يشربوها. قاطعين بيلعب بتوع الفيافي برا ما لاقيين قطره بتاعت مويه، ما لاقيين لقمه بتشتري بيض ب10 جنيه تفلق بيه ويكون مهانه ومداس، وباقي كفرات العربات تطلع فوقه. ده احتفالك بالله، دي برقتك. تطلع تفلق بيض والناس هنا ما قادرين على بعد اميال يشربوا مويه وياكلوا لقمه. الناس في سوريا بيموتوا وانت بتشتري بيض 3000 بيضه تترمي في الارض مداس لاقدام. والله يسمع ويرى. اوعى تشارك يا شاب. مرة خلي ربنا عندك رقم 1. دايما ربنا عندك رقم 2 ورقم 3 ورقم 4. مرة يا اخي يكون في صحيفتك واكيد مجيت ما طالع عشان بس الله، ما طالع عشان الله، انه الله عليك غالي. طيب مطلوب نعمل شيء. اوعى تضيع الفرصة. الساعة 12 اوعى تضيع الفرصة دي. فرصة نعمل شنو؟
تهاجر، تهاجر يا شاب. تعرف يعني شنو تهاجر؟ أول ما تيجي الساعة 12 والناس تقول 10 تفرش مصلايتك. أول ما الناس يقولوا 9 تقول الله أكبر، أكبر من اللي بيدعوا برا. الناس بيقولوا 8 الحمد لله رب العالمين إنه أنا بين يديك واقف والأمم دي كلها برا. الله عز وجل قال لك الدنيا كلها في اللحظة دي بيكون أكبر هرج، أكبر هرج في الدنيا بيكون في يوم 1 يناير. رسولك صلى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستغل الفرصة دي. قال الرسول العبادة في الهرج كهجرة إلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت ما يكون الناس قاعدة في صجيج وأغاني وهز وزنا وسكر وفرح ومرح كله في معصية ربنا، وتجي انت اللحظة دي تتعبد تفرش مصلايتك ماسك سبحتك بتسبح ولا قاري قرآن، الرسول قال أنت في هذه اللحظة كمهاجر إلي. عشان كده يوم 31 كن مهاجر لسه